السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي مطبخ تعليمي واعملي بايدي. هنعمل النهارده لا كيكه ولا بسبوسه، حاجه كده جميله جدا وسهله وبسيطه وهتعجبكم جدا. اول حاجه عندنا كيلو كوبايه الا ربع زيت، وكوبايه الا ربع لبن، وكوبايه الا ربع برتقان، معلقتين سكر، بشر برتقان، بيضه، كوبايتين سميد بسبوسه. ما تجيبيش اللي في اللي في الاكياس، كيس كيك شيف، وفانيليا. تمام. هنضرب السوائل دي في الخلاط ثواني. الخلاط هنحط البيضة، هي بيضة واحدة، وطبعا كله بدرجة حرارة المطبخ. كوباية الا ربع لبن، كوباية الا ربع زيت، وكوباية الا ربع عصير برتقان. لو ما عندكيش هتحطي كيس اللي هو البرتقان البودرة. عندنا قشر برتقان ومعلقتين سكر، لان احنا هنسقيها شربات. تمام. هنضرب الفانيليا. انا حاطه برتقان بس برضو بحب احط فانيليا يعني عشان ما بحبش ريحه البيض. هنضرب ده كله في الخلاط وارجع لكم تاني. هنا انا ضربته اهو، شايفين الرغوه جميل ازاي، وطبعا لغايه ما السكر يدوب. عندنا هنا كوبايتين سميد بسبوسه، اللي هو السايب زي ما قلت لكم، ما تجيبوش اللي في اللي في العلب. خلاص. عندنا كمان كيك شيف. تمام. هنحط معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده. تمام. اقلب ده كله مع بعض. اللي حابب ممكن، اللي حابب يحط جوز هند ماشي، اللي يعجبك يعني. لكن انا بعملها كده بالبرتقال، بتبقى طعمها جميل جدا وظريفه يعني، والاولاد كلها بيحبوها. هنقلب بس ما تكتريش في التقليب، مجرد ان هو يشرب السوائل دي، البسبوسه يشرب السوائل. خلاص هنبطل ايه ضرب. تمام. اهو الخليط كده هو بقى تمام اهو. خلاص هنحطه في صينيه اللي احنا محضرينها اصلا. دي الصينيه اهي. هنحط الخليط بتاعنا. وهندخلها على فرن على 160 لغايه ما تستوي وتاخد لون حلو. هنخرجها ونسقيها بالشربات ونقدمها، وبألف هنا وشفا. اهي. تمام. هدخلها الفرن واخرجها، وما تخرج هوريها لكم شكلها ازاي. شايفين القمر؟ هنجيب بقى العسل، وانا هبقى اسيب لكم رابط الشربات تحت في صندوق الوصف مع المقادير. تمام. بنسقيها بالشربات بتاعنا، اللي هو كوبايه ونص سكر عليهم كوبايه ونص ميه. تمام.
كمان لزيادة الطعم والحلاوة بنحط معلقة سمنة بلدي على الوش كده، خلاص، ونقدمها. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا، واولادكم يطلبوها منكم على طول.